الجن اللي بيمشي على الحيط في حارة قديمة في القاهرة. كان فيه بيت مهجور. كل الناس في الحارة كانوا خايفين يقربوا منه وبيقولوا إنه مسكون. الكل سمع عن قصص وحكايات عن جن بيظهر في البيت ده، وخصوصا إنه كان عندهم حكايات عن واحد اسمه عباس كان ساكن في البيت ده قبل ما يسيبه. عباس كان يحد غريب، كان بيحب الوحدانية وما كانش بيحب يتكلم مع حد في الحارة شافه وهو بيتمشى على الحيطان، وده كان أول علامة إن في حاجة غريبة بتحصل. بعد كده عباس اختفى فجأة والناس ابتدوا يسمعوا أصوات غريبة من البيت. وبعد كام شهر جت بنت اسمها سمية من عيلة كبيرة وكانت شجاعة جدا. قررت إنها تستكشف البيت المهجور، وقامت كلمت صحابها إنها هتدخل البيت. صحابها حاولوا يمنعوها لكن هي ما سمعتش الكلام. في يوم من الأيام دخلت البيت لوحدها وابتدت تدور فيه. البيت كان مظلم وموحش، كل خطوة كانت بتسمع صوت صرير الأرض، والزجاج المكسور كان ملقوط في كل حتة. سمية كانت بتحس ببرودة غريبة لكن ما خافتش. راحت للغرفة اللي كان فيها عباس بيقعد ولقت صور قديمة على الحيطة، لكن الغريب إنها شافت صورة لعباس وهو واقف على الحيطة. فجأة حست بحاجة غريبة وراها. لما تلفت لقت جن طاير على الحيطة، كان طويل وبشرته بيضة وعينيه حمراء. الجن كان بيبص لها كأنه عايز يقول حاجة. سمية بدل ما تخاف سألت: انت عباس؟ الجن ابتسم لكن ابتسامته كانت مخيفة. قالها: انا هنا عشان اساعدك، لكن لازم تقولي لي انت جاية ليه. سمية كانت مصدومة لكنها قالت: انا عايزة اعرف ليه الناس بتحكي عنك. الجن قال: انا مش جن عادي، انا روح حارسة للبيت، بس في ناس عملت معايا اتفاق قبل ما اموت، وده اللي خلاني اعيش هنا. عايز اخلص من اللعنة اللي عليا. سمية حست باحساس غريب رغم ان الكلام كان مخيف، لكنها قررت تساعده. الجن قال لها: في مفتاح مدفون تحت السلم، لو لقيتيه هتعرفي كل حاجة. سمية نزلت تحت السلم وبدأت تدور ولقت مفتاح صغير. لما فتحته لقت نفسها في عالم مختلف. المكان كان مليان ألوان وصوت موسيقى. في وسط المكان شافت عباس، بس كان شكله مختلف، شكله كان سعيد. عباس قال لها: انت جيتي هنا عشان تحرريني، لو عايزة تساعديني لازم تقولي لهم إني كنت مظلوم. سمية فهمت إن عباس كان متهم بجرائم هو مرتكبهاش، وعشان كده الروح مش قادرة تتحرر. رجعت سمية للواقع وبدأت احكي لي الناس في الحارة عن عباس. الكل اتفاجئوا بسماع القصة وبدأوا يتكلموا عن مظلومية عباس. بعد فترة اتجمعوا الناس وعملوا طقوس عشان يحرروا روحه. وفي يوم من الأيام سمية رجعت للبيت المهجور ولقت الجن واقف على الحيطة، لكن المرة دي كان مبتسم. قال لها: شكرا ليكي، خلاص أنا حر دلوقتي. وفجأة اختفى. البيت المهجور بقى هادي والناس في الحارة حست براحة. سمية بقت بطلة الحارة وعباس بقى ذكرى طيبة. لكن في الليل لو كنت واقف في الحارة ممكن تسمع صوت حد بيقول: شكرا يا سمية.